بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة هتكون عن شوي البطاطا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنعملها على عين البوتاجاز من فوق، يعني مش هنستخدم الفرن خالص. يعني كمان هنوفر الغاز بتاعنا. ودي كده البطاطا بعد ما استوت، شايفين بقى مستوية وعاملة ازاي زي الفل. اول حاجه بيكون معانا البطاطا، بتجيب الاحجام اللي انت عايزاها، بننقعها في الميه ونغسلها بقى كده غسله كويسه. بعد كده هنجيب الاناء اللي هنعمل فيه، سواء صينيه سواء حله، المهم المكان اللي انت هتستخدمي فيه. ممكن تبلي ورقه وتحطيها في قاع الحله بتاعتك، يا اما اعملي زي ما انا هعمل كده ومش هحط اي حاجه خالص. عندي احجام البطاطا كبيره شويه، انا حطاها كده مش هرص فيها خالص. طيب بعد ما حطيتها هنا هديها كده رشة من معلقتين السكر بتاعنا العادي خالص. اديت كده معلقة ودي معلقة تانية، ونخلي بالنا ان هي مش هتأثر في طعم البطاطا، هي هتديها حلاوة وفي نفس الوقت هتعمل كرملة كده مع قشرة البطاطا. معايا كوباية الا ربع من المية، يبقى انا هنا حطيت كوباية الا ربع من المية. كمان هوريكي هنا كمية المية يعني الموجودة في قلب الاناء بتاعك. بصي كمية بسيطة جدا. هنحط كده البطاطا تاني هنرصها، وهنبتدي ان انا اغطيها. وجبت لها هنا ورق فويل غطيتها بيها وغطيتها باحكام، يا اما لو عندك غطا بس اهم حاجه ما يكونش فيه فتحات يحكم بخار الميه. هحطها على نار هاديه الاول، بس هحطها على نار عاليه وبعد كده اروح قايمه مهديه عليها النار خالص، واحطها على نار هاديه جدا خلاص، واسيبها تستوي معاها في البخار كده. بعد مرور 20 دقيقه بالظبط هي شربت الميه، وبس هي تحسي ان هي ايه، بصوا عملت كده زي كرمله كده من تحت. طيب انا بقلب البطاطا كلها على الجنب التاني، وقلت لك ان انا احجام البطاطا عندي كبيره. خلاص قلبتها على الناحيه التانيه وقلت كده اشوفها كانت هي مستويه، فانا لقيتها ان هي لسه محتاجه كمان شويه. بصي بضغط عليها كده هي لسه محتاجه كمان شويه. هغطيها واسيبها تاني على النار. سبتها كمان 10 دقايق بالظبط. فتحت بقى عليها، ببص كده عليها بقى، بصوا هي خلاص كده بقت مستويه. يعني مجرد ان انا احط ايدي كمان على القشره، بص مش مستحمله خالص وهي كده استوت. وهي طبعا هنا بصوا مفيش اي ميه، وريحه الكرمله بتاعت السكر اللي من تحت دي مديني زي ريحه الشوي بالظبط، ومديه هي لمعه في منتهى الجمال. يعني هنا كده هي تقريبا في نص ساعه على نار هاديه على عين البوتاجاز من فوق. وفرت معايا الوقت اللي انا بحطها في قلب الفرن، والطعم بتاعها صدقيني في منتهى الجمال. هبتدي دلوقتي احطها بقى كمان كده في طبق التقديم. هنطلع بقى كده البطاطا زي ما انتم شايفين. بصوا بقى شايفين شكل البطاطا واللمعه اللي فيها، منظرها جميل جدا، ومش قادره اقولك كمان على طعمها في منتهى الجمال. عايزه اوريكي الحتت اللي هي مسوده دي كده او محروقه شويه، دي طبعا من الكرمله اللي كانت موجوده في قلب الاناء بتاعنا مكان السكر، بس مديه طعم وريحه في منتهى الجمال. طب انت لو حابه تشمي ريحه الشوي كده فيها، تقدري ان انت تسخني فحمايه وتطفيها في قلب البطاطا وتغطي البطاطا تاني مع الفحمايه لحد ما تحسي بريحه الدخنه دي لو انت حباه. بس انا بصراحه ما حبيتهاش فانا عملتها كده. بصوا بقى البطاطا مستويه ازاي، زبده، مش قادره اقولك على الطعم بتاعها في منتهى الجمال. وفرنا كده غاز ووفرنا كمان وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.